الراوتر اللي انت سايبه في بيتك مفتوح 24 ساعة ممكن في لحظة يكون سبب في تدمير حياتك. ايوه، زي ما سمعت. وده لان ممكن اي حد يدخل على شبكة الواي فاي بتاعتك ويسرق كل بياناتك وباسورداتك وانت مش حاسس، لو انت مش مأمنه كويس. اصل الموضوع بقى سهل دلوقتي واي حد عنده خبرة ممكن يعمله. لا، والاخطر من كده ان ممكن الشرطة فجأة تيجي تخبط على بيتك، لان الهاكر ده ممكن يعمل هجمات تانية من الانترنت بتاعك وتكون انت اللي في الصورة. وده لان في تقنيه اسمها ايفل توين ممكن تخلق شبكه تانية من شبكه الواي فاي بتاعتك وتعمل كل ده. طيب الحل ايه؟ الحل في تشفير اسمه WI3 او WA2. الاتنين هيحموك من اي هجمات للهاكرز، والاهم انك تغير اسم الشبكه بتاعتك باسم معقد شويه علشان محدش يقدر يخمن. كمان في حاجه اسمها ماك ادرس اللي بيحدد عدد الاجهزه اللي بيتصلوا بالراوتر. يعني مثلا لو عندك 3 أو 5 اجهزه، ظبط الراوتر عليهم علشان مفيش اجهزه تانية تضاف عليه. ويا ريت كل فتره تتابع الاجهزه اللي بتدخل على الراوتر عشان تطمن. ودلوقتي قول لنا بقى، عمرك اتعرضت لاي حاله اختراق قبل كده على الراوتر بتاعك؟